غصب المواقع أو الآليات أو الأدوات اللي هي ملوثة إشعاعيا، جزء كبير من أسئلتك كان هذا، هاي تم حجرها، لكن باقي موضوع نقلها وكان هناك معوقات. اتفقنا مع الأخوة في مجلس محافظة ذي قار يتبنون هذا الموضوع، وفي خبرائنا اللي موجودين في دوائر الجهة وأيضا في وزارة العلوم والتكنولوجيا خلال فترة قصيرة جدا نقلها وحجرها في موقع مخصص بعيد عن المحافظة حسب معلومات 45 كيلومتر عن مركز المحافظة. الجوانب الأخرى الملوثات اللي تلقى في الأنهر هاي مشاكل كثيرة موجودة منها، لكن دوائرنا تراقب هذا المخالفين وتتخذ الإجراءات المناسبة. ومع الأسف لا زالت هي قدرات وزارتنا أساسا غير كافية لمراقبة كل شيء، كثير من الأحيان نعتمد على الشكاوي، فإذا أكو هناك شكاوي تصلها لنا نحن ناخذ أصلا الملوثات أو تلقى من قبل مؤسسات حكومية يعني مصانع وتابعة لوزارات أخرى يعني احنا نتحدث دائما بكلام محدد وموجه، فإذا أكو مواقع مخالفة احنا ناخذ عندنا قانون، وزارة البيئة تعمل بقانون وممكن اتخاذ الإجراءات. طيب هذه الزيارة يعني ملخص هذه الزيارة وفحوى هذه الزيارة وما الذي ستقدمه معاليكم لمحافظة ذي قار؟ حقيقة جانبين أكثر أهمية، احنا تحدثنا بكثير من التفاصيل والمعاناة اللي تعاني منها محافظة أو الواقع البيئي والتحديات الموجودة في محافظة ذي قار، لكن محورين أساسيين كان الموضوع هناك تخصيص وتعاون مع من مجلس المحافظة بموضوع مكافحة التصحر، وعلى أساسه كان هناك تباحث حول الفعاليات اللي تضمن الاستدامة والإدامة في مكافحة التصحر. اقترحنا بعض الأفكار وراح تدرس في مجلس المحافظة ويجوز أفضل السبل لنجاحها. والجانب الآخر عندنا برنامج لإحصاء ضحايا المخلفات الحربية والألغام، حاليا جاري العمل به في محافظة ذي قار وراح نزوره إن شاء الله ونطلع. إن شاء الله. عندكم سؤال حتى نتحول للسابق صيف؟ للسيد رئيس المجلس الزيارة. فحوى زيارة السيد رئيس المجلس التصريح. لا بس إذا بس راسك على هذا هو حديث عن هذا المشروع اللي راح ينفذ. نعم. تفضل. سيد تفضل. نرحب بمعالي السيد وزير البيئة في محافظة ذي قار وفي مجلس المحافظة. تم التداول مع معاليه بعدة مواضيع وعدة مشاريع، منها وكلها تخص البيئة طبعا، منها مشروع الحزام الأخضر اللي راح ينفذ إن شاء الله في الشمال الغربي ما بين مفرق البطحة باتجاه السماوة بطول 10 كيلومتر لتخفيض نسب الغبار والأتربة الوافدة لمحافظة ذي قار خاصة أيام الصيف. واستفادينا من وزارة البيئة لأنها توفر لنا وتقدم لنا المعايير الفنية المطلوبة والبيئية، وكذلك موضوع إزالة الألغام والمخلفات الحربية وإلقاء المخلفات شبكة الصرف الصحي في الأنهر وقنوات المياه يعني الصالحة للشرب، وموضوع الأهوار. إن شاء الله يعني وجدنا تعاون كبير متوقع ومألوف من معاليه، ونعمل المزيد إن شاء الله. ومجلس المحافظة كان وما زال داعم وساند لوزارة البيئة بكل توابعها وفروعها في المحافظة. شكرا لكم.